شنو خايف تخسر منين نتا حاجة في الصراحة في هاد الحياة ما ديالك، من غير أنك تجي لهنا لهاد الحياة وتتعلم ودير الخير وتعاون مع الناس وتدوز واحد اللحظات زوينة مع الناس اللي كتحب ولا غير مع نفسك، يعني تستمتع بالحياة. شي مرات كنلقاو نفسنا في واحد الدائرة ديال الخوف من أننا نخسرو شي حاجات ولا أننا نفشلو ولا أن توقع لينا شي حاجة في المستقبل اللي ماشي زوينة. هاد الإحساس كلنا حسينا به واحد النهار، يعني كيف ما بغى الإنسان يكون ضروري كيجيه هاد الإحساس هذا. هاد الإحساس شوية كيديرونجي وكيخربقنا واحد شوية، يعني كيما كنقولوا كيتخلطوا علينا الأحاسيس فاش كنبقاو نفكروا بحال هكا، الخوف، القلق، وبزاف ديال الأحاسيس اللي هي ماشي زوينة. مع مرور الوقت آه، لقيت واحد الفكرة اللي عجبتني بزاف صراحةً، اللي هي حتى شي حاجة ما ديالنا، يعني كنهضر على الحاجات المادية. يعني كاين إنسان اللي خايف يخسر فلوس ولا خايف يخسر خدمتو ولا خايف ما تبقاش عنده طونوبيل ولا ما تبقاش عنده دار. ما كنقولش أن هاد الشي ماشي مهم، هاد الشي مهم بزاف، يعني أنه يكون عندنا وكيسهل الحياة بزاف. غير هو فاش الإنسان كيدخل في واحد الحلقة ديال الخوف من أنه يخسر هاد الشي، ما كيبقاش قادر يستمتع بداك الشي اللي عنده، وبالتالي كيولي واخا عنده بزاف د الحوايج حتى حاجة ما عاجباه وديما خايف وكيبقى ديما، يعني كتلقى الإنسان مثلًا عنده الفلوس اللي كافياه وعنده خدمة مزيانة وعنده بزاف د الحوايج مزيانين في الحياة ديالو، ولكن ديما خايف، يعني ديما كيخدم، ديما مستريسي، ديما معذب غير بوحدو. ما يعني تيلمون كيكون مشغول بالحياة وكيجري كيجري كيجري في واحد السباق اللي ما كيما غنقولها لكم بحال هكا، واحد السباق ما كيتسالاش، يعني شحال ما جريتي هذا سباق ما عندوش نهاية. يعني الخدمة مزيانة وأنك يكون عندك واحد الفلوس باش تعيش مزيانة، ولكن في نفس الوقت ما ننساوش أننا نتهلاو في راسنا وأننا نعيشوا الحياة، لأن شي مرات كنبقاو بقوة اللي ما كنتلهاو مع الحياة ومع المشاغل ومع الخدمة كنساو أننا نعيشوا الحياة. كنبقاو نقولوا مثلا واتا غادي تولي عندي هاد المبلغ هذا، هاد الفلوس عاد غنعيش مرتاح، ولا تا غنوصل لواحد المرتبة في الخدمة عاد نرتاح، ولا كاين اللي كاع كيمشي بعيد أكثر ما هكا تا غنشد لا غوتريت، يعني التقاعد ديالي عاد غنرتاح. المضحك في الأمر أنه ما كايناش هاد الراحة هادي هي واحد الراحة وهمية، هادي ماشي راحة حقيقية. يعني غير كنوهمو نفسنا أننا راه غنوصلو لواحد البلاصة عاد غادي نفرحو ولا عاد غادي نرتاحو. خاصك تعيش دابا وتفرح دابا وتستمتع وترتاح حتى دابا، يعني خدم ولكن خذ الوقت باش ترتاح، لأن ذاك التأجيل ديال السعادة ولا ديال الراحة غير واحد الوهم ولا واحد الكذبة كنكذبوها على راسنا اللي ماشي حقيقية. يعني الحياة راه كدوز، وكما كنقولوا الوقت راه ما يمكنلكش تعاود ترجعو اللور، يعني أي نهار داز راه ما كيتعاودش. يعني الإنسان يحاول في هاد الروينة هادي كاملة ديال الحياة يخرّج واحد الوقت اللي غيديرو بحال هدية للنفس ديالو والذات ديالو باش ترتاح وباش تستمتع بالحياة وباش تاخد واحد النفس، يعني ولو غير واحد النفس عميق وترتاح وتحس براسك تنفستي داك النفس هكا واستمتعتي بداك اللحظة وعشتي في هاديك اللحظة بالضبط، ماشي في الماضي وماشي في المستقبل. هذه من جهة. نرجعوا للماديات. أي حاجة مادية كنظن بأن أي حاجة تقدر تشريها بواحد المبلغ يعني ما تستاهلش أنك تكون خايف وتكون مستريسي على ودها. الحاجات اللي هما ما كيتعوضوش بالفلوس هذيك هي لا غيشيس، وهذاك هو الغنى الحقيقي. يعني مزيان تكون عندك فلوس ولكن خاصك تهلا في صحتك، خاصك تستمتع بالوقت ديالك. هاد جوج حوايج بعدا ما كيتشراوش، يعني
الصحة ما كتشراش، الوقت تا هو ما كيتشراش. يقدر في بعض الحالات يعني إلا كانوا عندك فلوس بزاف كتقدر تستمتع ولا تختصر عليك شي حوايج في الوقت، ولا تقدر مثلًا يكون عندك واحد الوقت الفراغ كتر، يعني ما تحتاجش تخدم بحال اللي كنتي كتخدم قبل. ولكن نحاولوا نستمتعوا بالحياة، ونحاولوا ن ن ن كيما كنقولوا نجازيو راسنا بواحد الطريقة زوينة على داك العمل اللي دوزنا، ولا على داك الشقاء، ولا على داك الstress اللي تستريسيناه. مثلًا عندك واحد الشهر كتخدم فيه واحد المدة ديال الساعات ولا واحد هذا، ما تنساش داك الشهر راه فيه خاصك ترتاح راسك لأن بلا صحة راه ما تقدرش تخدم. فهمتي؟ يعني بلا الذات ديالك تكون كتخدم مزيان، تكون كتنعس مزيان، كتاكل مزيان، ما غاديش تقدر تخدم. وحتى إلا خدمتي واحد المدة طويلة وبقات الذات ديالك صابرة معاك، الذات ديالنا راها كتصبر معانا بزاف، ولكن كتعطينا شي مرات واحد لي سيني، يعني واحد الإشارات اللي ما خصناش نتجاهلوها. يعني الذات ديالنا راه كل نهار كتحاول تهضر معانا، وكل نهار كتحاول تصيفط لنا واحد الرسائل، وتصيفط لنا واحد الميساجات اللي خصنا حنا نفهموهم. يعني خصنا غير نسمعوا للذات ديالنا. شي مرات راه الذات ديالك كتقول لك راني باغا نرتاح، اعطيني شويه د الراحه، راك عيقتي، راك كتخدم بزاف، راك كتجري من مورا الحياه بزاف، راك كتفكر غير في الفلوس، شحال خصك تدخل، ولا شحال غتشري هادي، ولا غنشري، خصني نشري الدار، ولا خصني نشري طوموبيل، ولا خصني نبدل المدينه، ولا المهم اي حاجه كيف ما كانت. وحنا كنبقاو ناسين راسنا في داك لو ريتم اللي قلت لك ما كيتسالاش، سباق بدون نهايه، بقا تجري مع راسك انت كتجري. كنبقاو بحال هكا وكنساو، ما كنعطيوش الوقت لاننا نستقبلوا الرسائل اللي كتصيفط لنا الذات ديالنا. وبالتالي هادشي كيؤدي للمرض، كيؤدي للتوتر، يعني ستريس اللي يقدر يولي كرونيك، يعني مزمن. وفاش كتولي الحاجة هكا كرونيك، يعني الجهاز العصبي يقدر يوقعوا فيه اضطرابات، تقدر يتخربق لك البروغرام كامل يعني. وصعيب ديك الساعة باش نعاودو نريستوريو داك الشيء، ولا باش نرجعوا للوراء ونقادوه. يعني ماشي مستحيل ولكن صعيب. يعني الانسان كما كنقولوا الوقايه خير من العلاج. الا قدر الانسان يتفادى هذا الشيء زعما يقدر يمشي في واحد الطريق اللي احسن، اللي صحيه اكثر، اللي تقدر تبعد عليه هذا الشيء، ولا ما يوقعلوش هذا الشيء، كان احسن. هذا الشيء اللي كاين، هادو غير واحد الافكار عاوتاني بغيت نبارطاجيهم معكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا منهم. وإلا عندكم نتوما شي اقتراحات ولا شي نصائح، ولا شي حاجة اللي عندها علاقة بموضوع، ولا حتى شي مواضيع جداد بغيتونا نناقشوهم في الفيديوهات الجايين، خليوهم لي في لي كومونتير، ولا صيفطوا لي ان ميساج، وغادي نكون فرحان بزاف باش نناقش معكم المواضيع الجداد. شكرا، تهلاو في راسكم، السلام عليكم.